في يوم 24 يوليو سنة 1911 ميلادية، وأثناء رحلة استكشافية لعالم الآثار الأمريكي حيرام بنجهام في دولة البيرو، بيلاقي قلعة عالية جدا مبنية من الحجارة المقطوعة من الجبال. ومش ده الغريب، لكن الغريب إنه لقى إن الحجارة المبني منها القلعة مفيش بينها وبين بعضها أي مادة تمسكهم في بعض، زي جدار مبني من أسمنت مثلا، وده ممكن يخليه مش متماسك. بس الغريب فعلا إن الحجارة كانت متماسكة جدا مع بعضها، لدرجة إنك ما تقدرش تدخل سكينة بين حجرين منهم. وكان بنجهام مفكر لمدة 50 سنة إنه لقى مدينة الإنكا المفقودة، والإنكا دول كانوا شعوب صنعت حضارة في قارة أمريكا الجنوبية، وتحديدا في دولة البيرو حاليا، وتعرفوا باسم الإنكا في الفترة من 1438 ميلادية لحد سنة 1533 ميلادية، واللي هو بالمناسبة نفس تاريخ نهاية حضارة الإنكا. وقبل 1438 كانوا معروفين باسم مملكة كاسكو. وفي النهاية عرف بنجهام ان اللي هو اكتشفها دي مدينة تانية خالص واسمها ماتشو بيتشو، واللي معناها بلغة الكشوة الأصلية القمة القديمة. ولغة الكشوة دي اللغة اللي كانت شعوب الإنكا بتتكلم بيها، ولحد النهاردة هي لغة دول كتير في أمريكا الجنوبية زي البيرو وكولومبيا والإكوادور، لكن ده بعد اللغة الأسبانية طبعا. كانت مساحة المدينة حوالي 8.5 كيلو متر، وفيها أكتر من 3000 درجة سلم حجرية بتوصل لقلعة المدينة، واللي اتبنت على قمة جبل. والمؤرخين بيعتقدوا ان المدينة اتبنت في عز قوة امبراطورية الانكا اللي سيطرت على غرب امريكا الجنوبية في القرن ال15 وال16، لكنهم اتخلوا عن المدينة بعد حوالي 100 سنة بسبب غزو الاسبان للمنطقة. بس برضو مفيش دليل قوي يقول ان الاسبان هاجموا القلعة او حتى وصلوا لها، وده خلى آراء تانية تقول ان شعب الانكا سابوا المدينة بسبب وباء الجدري. وايا ما كان السبب، المهم ان المدينة فضلت سنين مخفية عن الكل في وسط الغابات والجبال، ومحدش قدر يوصل لها، ومحدش كمان كان يعرف مكانها أصلا غير الفلاحين اللي كانوا موجودين في القرى القريبة منها، لحد ما جه حيرام بنجهام واكتشفها بمساعدة طفل صغير. مدينة ماتشو بيتشو بتتكون من أكتر من 150 مبنى ما بين بيوت ومعابد وحمامات عامة، وبيعتقد علماء الآثار إن المدينة كانت موقع ملكي للإمبراطور وطبقة الأغنياء، أو كانت موقع ديني، وده بسبب قربها من الجبال والمعالم الجغرافية اللي كانت مقدسة عند شعب الإنكا. هنلاقي كمان إن بعض المؤرخين اعتبروها سجن أو مركز تجاري أو مدينة مخصصة للتتويج. على أي حال، فمدينة ماتشو بيتشو مدينة جميلة موجودة في منطقة استوائية أجمل، وتحديدا في الجزء الشرقي من قمة جبال الإنديز في دولة البيرو.